طارق، مساء الخير. مش عادتك يعني تيجي بدري؟ كنت فين يا نورهان كل ده وقافله تليفونك؟ انا ما قفلتش تليفوني، انا تليفوني فصل شحن. برضه ما ردتيش على سؤالي، كنت فين كل ده؟ عديت على بابا في الشركه، خدت معاه قهوه وتليفوني فصل. قلت اعتذر له عن انك ما رحتلوش بالرغم انه طلبك اكتر من مره انك تزوره هناك. غريبه، مش معوداني على كده. انت معوداني انك بتكلميني تقولي انك خارجه رايحه فين كده، تقلقيني عليكي. اسفه جدا، ما كانش فكري ان تليفوني لما يتقفل يسبب لك القلق ده كله. بس في الحقيقه انا رحت لبابا، كان عنده اجتماع مديرين فاضطريت اقعد استناه، ولما خلص جيت على هنا على طول. بعدين ما كلمتكش عشان كنت عارفه ان انت عندك قضيه مهمه، فقلت اكيد مشغول، ما حبيتش اشغلك زياده. انت مخبيه عليا ايه يا نورهان؟ في حاجه؟ انا مخبيه عليك حاجه؟ بلاش شغل المباحث بتاعك ده يا حضره الضابط. سامع؟ قولي، اتعشيت ولا لسه؟ لسه. خلاص، اغير هدومي نتعشى سوا. ده انت طلعت كحيتي قوي يالا. بتشيل فلوسك فين؟ ولا الغندور فتحي بيشغلك بلقمتك؟ دي مقابلة تقابلنا بيها يا راجل، مش تجيب لنا قهوة ولا شاي ولا عشاء. ده احنا بينا عيش وملح وعشرة وسكن، بس انتوا طلعتوا ناس زبالة، ناس واطية، وافتكرتوا ان كل الطير اللي اتاكل لحمه. اسمع يالا، انا كنت حنين عليك عشان انت عاجز. بلغ فتحي لما تقابله يجيب لي حقي حته واحده. انتوا بقيتوا شغلتي ومش هسيبكم. حقي يوصلني هنساكم، ما حصلش هقطع من لحمكم بالحته. سلام يا روح امك. فكوا. سلام يا أطول خلق الله. هنعمل ايه يا ابراهيم دلوقتي؟ اصبر على رزقك ريشه، مسير الطيور يقع لوحده.
تفضلي داخله خارجه كده من غير اذن كتير؟ في راجل للبيت ده يا هانم، وشغل الصرمحه ده ما يعجبنيش. صرمحة؟ ايه الطريقة السوقية اللي انت بتتعامل بيها معايا دي؟ ايه ده؟ عمرك ما هتتنجر ابدا وتنسى اصلك؟ اصلي يا عديمه الاصل. اذا كان ابوكي ما عرفش يربيك يا بنت تجيب سيرة ابويا على لسانك. ابويا ده صح فضل عليك، ابويا اللي عملك بني ادم. بني ادم يا قاطيه؟ طب انا هربيك انت وابوكي كمان. تعالي هنا، تعالي. يا نورهان، كل ده بتغيري هدومك؟ في ايه يا نورهان؟ مالك؟ مالي يا حبيبي؟ مفيش حاجة خالص. لا فيكي حاجه، انت مش طبيعيه. شوية قلق على سهى. هي الحكايه سهى بس؟ امال هيكون في ايه؟ طمني، انا قلت لك قبل كده سهى ان شاء الله هتبقى كويسه. بس عارفه يا نورهان، لو طلع الموضوع حاجه غير سهى وانتي مخبيه عليا وعرفت بعد كده هزعل، لان احنا مفيش بينا كده. طبعا يا طارق، لو في حاجة كنت جيت قلت لك على طول. هو أنا بس قلقانة شوية على سهى. طارق، أنا ما عنديش أغلى منك في الدنيا. ايه؟ إيه؟ ايه؟ في إيه؟ جعان مش هناكل؟ حاضر. يلا يلا. اهلا اهلا يا رانيا. اخصى عليك يا شكري، بقى تيجي مصر وما تتصلش بيا؟ بذمتك هان عليك العيش والملح؟ والله كنت هكلمك اول ما رجعت، لولا بس الظروف والمشاغل، وعموما ملحوقه بديني كلمتك اهو. والله وحشاني، والله زمان. بيتك لطيف قوي، هو صغير شويه بس تمام حلو. يا ستي بكره الامور تظبط وناخد اللي اكبر منه. ويسكي سك. كويس انك انت لسه فاكر. وهو اللي بينا يتنسي برضه؟ اتفضلي. ميرسي. اهلا اهلا، منوره. ميرسي. تشيرز. ممكن اطلب منك طلب؟ يا ريت لما تيجي تتصل بيا تاني كلمني على تليفوني، بلاش تكلمني على تليفونات الشركه. صحيح، بيديني رقم الموبايل بتاعك لان انا في اوروبا تليفوني ضاع ومبقاش عندي اي ارقام. عارفه عشان اكلمك على المجموعه جبت النمره من الدليل. بذمتك كنت هتعمل ايه لو حد غيري كان رد عليك؟ ولا حاجه، يا هقفل السكه هقول لهم عايز عماليه والبقال. انت بتهرج؟ ده الحمد لله ان انا لما رديت عليك ما كانش في اي حد جنبي، ربنا ستر. جرالك ايه يا رانيا؟ اول مره اشوفك مروشه خايفه بالشكل ده. انت مش متخيل لو عامر عارف ان انا بكلمك ولا بديلك اي اخبار، بجد هتبقى مصيبه. كبري دماغك، وبعدين هي دي اول مره، ما احنا ياما كنا بنتقابل زمان وعملنا مع بعض المصالح زي الفل. كان زمان، ساعتها سيادتك كنت جوز بنته وكنت مدير مجموعه شركات وكان بيثق فيك جدا، انما دلوقتي خلاص. ساعتها ما كانش عندي اي مشكله ان انا اقابلك واديلك اخبار واخليك تعمل مصالح من وراه، وساعتها ما كنتش خايفه لان انا واثقه ان ساعه اللزوم هتعرف تحميني وتحمي نفسك كويس قوي. انما دلوقتي خلاص، بعد المشاكل الكتير اللي بقت ما بينك وما بين عامر وما بين نورهان، وكمان بعد ما اكتشف انك انت كنت بتعمل من ورا منه مصالح، وبعد اللي عمله فيك، اكيد الوضع اختلف يا شكري. ده انا عشت ايام سودة، كنت حاطه ايدي على قلبي احسن يفتكر ويعرف بالعلاقه اللي بيني وبينك. بس انا طلعت اصيل معاكي وبعدتك عن كل المشاكل دي وما جبتش سيرتك. عارفه انا عملت كده ليه يا رانيا؟ ليه؟ عشان كنت متاكد انه هيجي يوم وهحتاج لك فيه. كنت متاكد كمان انك هتصوني الجميل وهتعملي باصلك انت كمان. الحقيقه مش عارفه اقول لك ايه يا شكري، بس الحكايه مش زي ما انت فاكر انها سهله قوي. عامر خلاص حطك في دماغه، يعني لو عارف ان انا بكلمك ولا بقابلك ولا بديلك اي اخبار بجد مش هيرحمني. اطمني يا رانيا، انا ما ارضلكيش الاذى. هخليكي تلعبي معايا من بعيد لبعيد من غير ما عامر يحس باي حاجه. وبعدين انا طول عمري كنت كريم معاكي وبقدرك كويس، ولا نسيتي؟ انا عمري ما نسيت يا شكري ومش هنسى. خلاص، يبقى لازم نرجع ايام زمان ونبص لمصلحتنا، مصلحتي ومصلحتك.
عارفه يا رانيا، لو وقفتي جنبي وساعدتيني ان انا ارجع حقي اللي سرقه مني عامر الديب واقف على رجليا تاني، هخليكي تعملي فلوس عمرك ما حلمتي بيها. مش هخليكي تحتاجي لا العامر ولا لوظيفته ولا المرتب بتاعه. مشكلتي اللي انا بعزك قوي وضعيفه جدا قصادك وما اقدرش ارفض لك اي طلب. من القلب للقلب يا رانيا. قولي لي بقى، عامر عرف ان انا رجعت؟ نورهان النهارده كانت عنده في المكتب وحكت له. مش عايزه اقول لك اول ما عرف اتنرفز وشاط وتعصب جدا وقال كلام مش لطيف. ويا ترى ناويلي على ايه؟ لا هو ما قالش بالظبط ناوي على ايه، بس هو كل اللي طلبه مني ان انا اتصل بشاوي علشان اعمل ميعاد ما بينه وما بينه يجيله المكتب ويتكلم معاه. شو يا بلال؟ عايز يعرف ايه وضعك القانوني، وخصوصا ازاي دخلت مصر وانت في قوائم ترقب الوصول. عايز يعرف القضايا والشيكات اللي عليك ديت ايه وضعها. شوفي يا رانيا، انا عايزك تعرفي اللي هيدور في الاجتماع ده وتبلغيني بيه بالكلمه وبالحرف، وطبعا حقك محفوظ عندي. عناية يا شكري. صحتك. صحتك. الو. يا مان، ايه مالك؟ فيك ايه؟ ها؟ طيب انا جاي لك. ايوه يا اكرم، حصلني على بيت تربه. يلا ما فيش وقت للكلام. في ايه بس؟ خير يا اكرم، فتحي كان عايزك في ايه؟ مش عارف، صوته بيقول ان في مصيبه. يا ساتر يا رب. هو احنا مش هنخلص بقى من القرف والمصايب دي ونعيش زي الناس العاديه؟ ميرفت، انا مش ناقصك، اسكتي. حاضر يا اكرم، هسكت. هو ده اللي انت فالح فيه، الشخط والنطر. وانا اللي قلت اني هنضف على ايديك. ما نبنيش بس غير الهم والقلق والقرف. ويا ريته بفايده، كله طلع على الفاضي. حتى القرشين اللي انت بتاخدهم من اخوك فتحي بتروح تفرتكهم على ترابيزه القمار، ونفضل عايشين ايد ورا وايد قدام. يا دي النيله السوداء، ما تتهدي بقى وتخرسي. ارحميني يا شيخه من موال الهري بتاع كل يوم ده. مش معقول اللي نبات فيه نصبح فيه هو ماشيه تشحتي ورايا في الشقه وتندبي. ده انت وليا غم. غرفة 60 داهية، إلهي يبتليك بمصيبة سودا أنت وأخوك في ساعة واحدة. ما تنسيش ها؟ ما تقلقش. باي باي. باي. يس مستر جون. كانت لسه عندي دلوقتي ولسه نازله. ما تقلقش، كل حاجه زي ما رتبناها بالظبط وكله تحت السيطره. تتهدي بقى وتخرسي. ارحميني يا شيخه من موال الهري بتاع كل يوم ده. مش معقول اللي نبات فيه نصبح فيه هو مش هتشحتي ورايا في الشقه وتندبي. ده انت وليا غم.
وانا عطشان بنت غريب من في حلاوتك مين ياللي جمالك فجأة وطعمت في زكاة المية فيك سور الليل حلو أكتر المية فيك سور سعيدة يا حلوة السعيدة اصحى للقول اصحى للامتحان غالية وكده زي ما احنا أغلى مسا وتحية من القلب للقلب رسول اللي مربيني أخويا الكبير فتحي زداني الباشا فتحي زداني الملك حبيبي أحلى فتحي زداني الملك حبيبك الكبير وأحلى أمورة إيه ده؟ يا بنت الغليل في حلاوتك مين ياللي جمالك فات وطعمتك في الزيت يا بنت الغليل أنا بلدي يا واد يا واد مفيش بتعطر وحلاوتك يا بلدي يا واد يا واد مفيش بتعطر وحلاوتك يا بلدي يا واد ياللي خدوك بعدك بقلبي ياللي خدوك بعدك بقلبي تعال شوف حالك في الماضي يا غالي تعال شوف حالك في الماضي يا غالي خدوك مني يا تعب في نار حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا سكر عيني بالنار حبيبي يا عيني انت ايه حكايتك يا جدع انت؟ هتفضل تنطلي كل شويه وتعملها لي حلوانه في سلوانه؟ اعمل ايه طيب؟ انا مش عارف حصل لي ايه من ساعه ما شفتك. ايه ها؟ عينك ابعد عينك عني شويه اللي هتاكلني بيهم. يا ريت نقدر. مش عارف كل ما بعدهم بيرجعوا تاني. انت عايز ايه مني بالظبط؟ عايز اخدك من المستنقع اللي انت فيه ده وعيشك هنا. تكونش عشان انت شايفني رقاصه فهتقدر تضحك عليا بكلمتين وتعرف تغويني؟ لا يا حبيبي ماليش فيه. هو ايه اللي ملكيش فيه؟ المشي البطال. انا اخري يا اخويا بهز وسطي وعلى بيتنا عادل. هو حد جاب سيره مشي بطل؟ ده ايه اصله ده؟ امال غرضك ايه بالظبط؟ غرضي حلال. حلال؟ عاوز تتجوزني؟ وتكوني ست الستات والفلوس اللي ببدلها عليكي هنا دي تبقى تحت رجليكي واحنا مع بعض. شكلك تقلت يا اخويا في الشرب قوي النهارده وبتشتغلني. اشتغلك على ايه؟ انت يا دوب حيلتك شويه جمال ودلال جننوني. جربي مش هتندمي. ولا انت غاوي الناس تقعد تتفرج عليك وهي سكرانه؟ هو في حد يعني بيحب الشقة؟ انا مستنيه اليوم اللي ربنا يتوب عليا فيه واخلص من القرف ده. طب اهو اليوم جه. انت بس قولي اه وهتشوفي معايا اجمل ايام حياتك. هو انت اسمك الحقيقي يا منور؟ ميرفت. بص يا ميرفت، انا معرفتش يعني ايه عشق غير لما شفتك. جربي والميه تكدب الغطاس. ده الغطاس شرب مقلب وقع على جدور رقبته وغرقه لشوشته، بس ملحوقة وهتتردلك يا أكرم، وزي ما لعبت بيا وغرقتني هعرف أرجع حقي وأشربك من نفس الكاس أنت وأخوك فتحي. ما تفك كده يا تربو، ده هيطلع عين امه.
انا قلت من الاول دخول واحد زي غنيم ده في وسطينا غلطه بنت كلب. انا قلت. جرى يا اكرم، يا ناقصه ولولة نسوان. غنيم وهلاقيه وهدفعه الثمن غالي قوي. الواد ده مش سهل يا فتحي، ده ابو ازرق. ارمي له قرشين يا فتحي، خلينا نخلص من القرف. انا ما عنديش استعداد اخسر حد فيكم. ده اسلم حل، خليه غرفه 60 داهيه، يا رب يتعدم. خلصنا منه يا فتحي، ده معتوه. انتوا على نياتكوا قوي. انتوا فاكرين واحد زي غنيم ده مجرد ما يحس ان احنا اتهزينا او كلامه مشي علينا هيسيبنا في حالنا؟ تهيألكوا ده هياكل ويشرب علينا، مفيش حاجه هتلم ولا العين الحمراء. يبقى لازم نحط عينينا في وسط راسنا يا فتحي. الواد ده غدار وناوي على الشر، وممكن قوي يستفرد بأي حد فينا. قبل ما اي حاجه هتحصل هكون وصلت له وخلصت منه القديم والجديد. سيب الموضوع ده عليا يا ماهر. ايه ده؟ ده سراج جه في وقته. الو. ايوه سراج، خير. طالما عايز تقابلني يبقى الموضوع مهم. انا كمان عايزك في الموضوع مهم. ساعة اكون عندك. سلام. اكرم، انا عايزك تاخد تربو معاك في عربيتك تودي المزرعة عندي. مش عايزين غنيم يستفرد بيه لوحده تاني. ملوش لازمه فتحي، انا بقيت كويس. ما اعتقدش ان الواد ده ممكن يجي تاني بعد اللي عمله. يا ريت تسمع الكلام يا تربو. انت عندي في المزرعة هعرف اراعيك واخد بالي منك لغاية ما تقف على رجليك، وبالمرة اكون خلصت حدوتة غنيم ده خالص. اللي تشوفه فتحي. اكرم، خليك مع التربو ما تسيبوش لغاية ما اجيلكوا. طب خلي بالك انت على نفسك يا فتحي. يا تربو ما تقلقش، طالما فتحي حط غنيم في دماغه يبقى الله يرحمه. اجيب لك شويه قمر دين. تسلمات يا اكرم. خلاص يا تربو بقى، والنبي يا تربو، والنبي حاجه يا تربو عشان خاطري. غلطة وبندفع تمنها كلنا من ساعة ما وافقت إن غنيم الكلب ده يشتغل معانا. والواد ده مجنون مش هيجيبها البر، عشان كده لازم نوقفه عند حده بأي شكل. سراج دلني على طريقه وأنا هعرف أتصرف معاه بطريقتي. انت من ساعة ما جيت وانت بتتكلم وانا بسمعك ما سألتش نفسك انا طلبتك فين قابلني ليه؟ ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ دي جرائد بكرة، البوليس عرفوا
يعني دلوقتي الحكايه ما بقتش حكايه واد مجنون له مشاكل معاك، لا كده كلنا بقينا في خطر. انت السبب يا سراج، انت السبب. ما هو انا مش عارف كان عقلي فين عشان يطوعني وابقى اللي مشغله معانا. انت هتفضل تتعصب وتتنرفز كده؟ مش وقت لوم وعتاب يا حبيبي، لا. واذا كنت عايز اقول لك انا غلطان، حقك عليا، انا اسف، انا غلطت ولاول مره في حياتي برتكب غلطه زي دي، بس ده مش وقته. البوليس عرف طريقه، يعني معناها ان احنا كلنا ممكن نروح في داهيه. علشان كده يا فتحي لازم توصل لغنيم قبل البوليس وتخلص منه. انت بتقول ايه؟ اخلص منه؟ امال يعني هتدور عليه وبعدين تلاقيه تطبطب عليه وتاخده في حضنك؟ ايوه يا حبيبي لازم تخلص منه. انت ناس الناس اللي قتلهم في العمليه اللي فاتت، ناس اللي عملوا في تربو، ناس تهديدوا لينا. طول ما غنيم بره لو وصلوا البوليس رقابينا كلنا هتبقى على المشنقه. ما بحبش الدم يا اسرار. ولا انا يا فتحي، ولا انا بحب الدم، بس صدقني طول الواد ده عايش احنا في خطر، في مصيبه. وبعدين ده واد دمه زفر، بعدين انت لو قتلته يعني هتكسب في ثواب، هتكسب في الناس كلها ثواب، هتريح الناس منه ومن بلاويه ومن شره، وهتريحنا احنا كمان. طب انت تعرف طريقه؟ دلني عليه. بصراحه لا. وبعدين بقى بعد البوليس ما عرفوا اكيد هو اتدوى في اي خن عشان يبعد عن العيون. امال انا اوصل له ازاي؟ اضرب الودع ولا افتح له المندل عشان الاقيه؟ اهدى يا فتحي اهدى. بص، هو لو اتصل بيا انا هنيمه خالص لحد ما اسلمه لك، بس انا بيتهيألي بقى ان بعد اللي عمله في تربو هيحوم حواليك انت واخوك اكرم، عشان كده لازم تصطاده قبل ما يصطادك. ما تقلقش يا سراج، انا عينيا مش هتغفل لغايه ما اجيب الكلب ده تحت رجلي. هو ده فتح اللي انا اعرفه. المهم اخبار الامانه اللي عندك ايه؟ في الحفظ والصون. وانت اخبار الفلوس ايه؟ انا اتصلت بالعميل وقال لي انه خلاص قرب يصرف فلوس التامين او للتحويل، ما يوصل له هيدينا فلوسنا ونسلمه الامانه، وساعتها نفوق بقى. بس من هنا لحد ده ما يحصل مهمتك الاولى غنيم. ما تقلقش، هوصل له، ولو البوليس وصل له قبلي هخش له جوه زنزانته واخلص عليه قبل ما يفتح بقه بكلمه. هو كده يا فتحي، هو كده. هو ده اللي اسمه فتحي؟ هو ده الغندور اللي في ايده كل حاجه، واللي حسابي معاه كبير قوي، مش فلوسه بس، قطع رقبه. يا لهوي، ده انت مغلول منه قوي. خدنا على اخوانا يا جدع، وانت عارفني ما سيبش حقي ابدا لو على رقبتي. انت هتقول لي بص يا صاحبي، انوي وانا جاهز اجيب لك كام راجل من الجدعان بتوعنا يخلصوا لك عليه في ثانيه ويطولك في النيل. اتقل ابو السيد، اوصل لحقي الاول وبعدين ابقى نخلص منه. طب ما تقول لي ناوي على ايه يا شر خلق الله؟ في ترتيب كده في دماغي، لو حصل ابقى وصلت للي انا عايزه واكتر كمان. حاجه خفيفه كده على قد ما عرفت. تسلم ايدك يا عم اكرم. الف هنا. اسحب كرسي وتعالى كل لك لقمه معانا. لا انا هطير بقى، فجر قرب يطلع وميرفت في البيت لوحديها وانت عارف زنها يا فتحي. هبقى اشقر عليكم من وقت للتاني. سلام. اكرم خد تعال. ايه؟ خلي الحته دي معاك. ليه؟ احنا عمرنا مشينا سلاح غير واحنا طالعين عمليه. معلش بقى، ظروف حكمت، خلي معاك للطوارئ. وبعدين عايزك اليومين دول تكن شويه في بيتك، تقعد مع مراتك وتبطل صرمحه. محدش عارف الواد غنيم ده ممكن يعمل ايه. لو حسيت باي خطر او اي حد قطرك تكلمني على طول، انت فاهم؟ فاهم يا فتحي. خلي بالك من نفسك. ها؟ طمن، اخوك شاي.
سلامتك يا تربو. يلا سلام. يا سعيد. مين ده؟ ده النغة من وسعين اخوه. اكرم قوي شد وراه من غير ما يحس بينا. بقول لك يا فتحي، انا مش مرتاح ان تدي اكرم سلاح، وانت اكتر واحد عارف انه نهوك وممكن يتهور. حاجة يدافع بيها عن نفسه. الظروف حكمت، مفيش في ايدينا حاجة غير كده. بس ان شاء الله الوضع مش هيستمر كتير كده، ولازم نعمل اللي اسراء قال عليه. لازم نخلص من الواد غنيم عشان يرتاح ويريحنا. لا استناني بقى يا فتحي، يعني ايه نخلص من غنيم؟ ايه يا فتحي ما تتكلم في ايه؟ ايه اللي حصل بينك وبين سراج؟ هقول لك يا درب، انا وسراج اتفقنا ان احنا نخلص على غنيم عشان البوليس عرفوا. لو البوليس وصل له احنا كمان هنتكشف. الحكايه كده اتكعبلت على الاخر وكلنا بقينا في خطر. احنا طول عمرنا في خطر يا درب. امال انت فاكر ايه؟ احنا شغالين سفرة للنوايا الحسنة؟ مالك؟ ما انت عارف طريقنا واخرته. قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي ان طريقنا ده اخره حاجة من حاجتين: رصاصة في الدماغ وصورة في الجورنال مكتوب تحتها مصرع مجرم خطير، او حبل المشنقة ورتبة للظابط اللي هيوصلنا ليها. اول مرة يا فتحي اشوفك بتتكلم بالطريقة دي. امال فين يا اخي كلامك عن الفلوس والعز والمستقبل، وان اللي معاه فلوس محدش يقدر يمسه ابدا؟ فين الكلام ده يا فتحي؟ وانت هتربو بعد العشرة دي كلها؟ صدقت كلامي؟ انا مش فارق معايا حاجة يا فتحي، وعمري ما هخسر اكتر من اللي انا خسرته. حتى الرصاصة اللي انت بتقول عليها دي ولا حبل المشنقة يمكن يكونوا دواء الواحد في ظروف زي اللي انا فيها. بس المشكلة مش فيا خالص، المشكلة فيك انت وفي اخوك. لسه المستقبل قدامكم، حتى الدنيا لسه عايزة تديكوا فاتحة ايديها ليكوا. وبعدين يا اخي انت برضه عملت لك قرشين كويسين ونايم على خميرة حلوة. خلصنا بقى يا فتحي، خلينا نبعد عن الطريق ده، خلينا نعيش مرتاحين شوية يا اخي. كفاية يا فتحي. عايز تقول لي اعتزل؟ بس صدقني ماتش الاعتزال اللي زي صعب قوي، لان نهار ما هلعبه مش هلعبه مع اي حد، هلعبه مع الدنيا، وهيبقى انا يا الدنيا، والدنيا صعب حد يغلبها. العب يا دربو، وخلينا مصدقين الكذبة اللي احنا قلناها ان العز والقوة والفلوس هم اللي حامينا، واحنا قاعدين هنا ومستخبيين وخايفين حد يعرف مكاننا ويكشف سرنا. يا فتحي ده انت معبي قوي يا اخويا. لا بالعكس، انا مستمتع قوي. طالما فتحي زدان قرر انه يعيش ويستمتع يبقى هيعمل كده غصب عن عين التخين.
خوفي من اللي جاي انا حولته المتعة، ونهار ما اخلص على الكلب اللي اسمه غنيم هقتله وانا مستمتع. شفت جبروت اكتر من كده؟ اكتر حاجتين بكرههم هما اكتر حاجتين بستمتع بيهم، الخوف والدم. النوغه بقى ساكن هنا، واكيد المزه مستنيه فوق. ولسه في مزه كمان؟ دي الحكايه حلاوت قوي. ولسه هتحلو كمان وكمان لما نفذ الترتيب اللي في دماغي. عايز تشتغل معانا وتاكل بدل العيش بقلاوه، يبقى تنفذ الكلام اللي هيتقالك عليه. علم ونفذ عمنا. البوليس عرف طريق، يعني معناها ان احنا كلنا ممكن نروح في داهيه. علشان كده يا فتحي لازم توصل لغنيم قبل البوليس وتخلص منه. انت يعني ما قلتليش ايه موضوع البنت الحلوه اللي احنا قابلناها في الكافيتيريا دي؟ طب لو قلت لك ان انا عايزه اقرب منك وعايزه اعرف عنك كل حاجه، والقرار في الاخر يكون عندنا، يا اما انفد بجلدي واهرب من الخطر، يا اما اكمل واجري بك منه. صور بقى. انت السبب. ما انا مش عارف كان عقلي فين عشان يطوعني وقبل يشغلوا معانا. انا هقدر حالتك وهمشي دلوقتي قبل ما تضطريني انا ازعل منك. ولو الحاله اللي انت فيها دي طولت حبتين انت عارف مكاني فين، يعني لو حبيت انك تفضفض شويه. يكون في علمك يا سراج انه غنيم مش هيعدي من تحت ضرسي وهفرمه. فيها فتحي. تربو، ايه اللي صحك بدري؟ ارجع بيتي بقى يا فتحي. انت مستعجل عليا يا تربو؟ يا اخي مش احنا اتفقنا ان انت تقعد عندي شويه لغايه ما تبقى احسن؟ وبعدين على الاقل اقعد شويه لغايه ما نخلص من الواد غنيم ده ونرتاح منه. انا بقيت كويس خلاص يا فتحي، اطمن. اذا كان على الكلب اللي اسمه غنيم ده خلاص ولا يهمك منه. ما اعتقدش انه هيعمل حاجه تاني، لانه ببساطه خلاص وصل رسالته. بعدين متهيألي يعني لو كان عايز يقتلني كان خلص عليا في ساعتها. عشان خاطر يا فتحي انت عارف انا ما برتاحش الا في بيتي. انا مش فاهم ايه حكايه ما برتاحش الا في بيتي دي؟ يا سيدي لو على شويه الصور اللي عندك على الحيطان اجيبهم لك هنا اغرق لك بيهم البيت. جرى يا فتحي في ايه؟ هو انت يعني عشان عارف اللي فيها هتفضل كل شويه تعايرني وتشتغلني وتقلب عليا المواجع؟ وبعدين ايه المشكله يعني يا اخي ما تعلق بحبه صور وحبه ذكريات؟ ايه المشكله يعني؟
دوره بقى عليك انت، اللي طول عمرك عايش براوي، وهتموت وحداني يا فتحي. طب يا عم ما تقعد مع الوحداني في الايام الملل دي اللي لا فيها شغل ولا مشغله، اهو على الاقل نونس بعض. لا والنبي يا فتحي، شوف لك حد غيري يونسك، انا بصراحه عايز اروح. يلا فتحي قوم وصلني بقى. في الحقيقه انا عرفت ان شكري الباشا في الكام سنه اللي عاشهم بره قدر يعمل قرشين كويسين، ووكل محامي كبير هنا في مصر يتفاوض له مع البنوك والديانه ويحلوا له مشاكله، فقدر يوصل لجدوله الديون مع البنوك، دفع جزء وجدول الباقي، وطبعا البنوك اتنازلت على القضايا اللي عليه، وبالتالي اتشال اسمه على القوائم ترقب الوصول. بس اللي اعرفه انه ما كانش مديون للبنوك وبس، ده كان عليه شيكات بدون رصيد لتجار كتير قوي في السوق. ده حقيقة يا ريس، بس هو المحامي قدر يتفق مع التجار يدفع لهم جزء وجدول الباقي بشيكات، وعدهم انها تدفع على طول. بس انا معلوماتي بتقول ان هو راجع مفلس معهوش حاجه، يعني دفع جزء يا دوبك للبنوك وجزء للتجار، والباقي هيدفعه منين الله اعلم. عشان كده راجع زي الكلب المسعور، قال ايه عايز ياخد حقه مني انا. الحيوان نسي ان انا اللي شغلته، عملته بني ادم بعد ما كان شحات. وحضرتك يا عمر بيه رجعته شحات تاني. واضح ان انا اللي عملته زمان ما كانش كفايه يا شوقي. حضرتك بتفكر في حاجه معينه؟ اسمع يا شوقي، انا عايزك تشتري كل الشيكات اللي مديون بيها شكري الباشا ده للتجار في السوق، تشتريهم تجيبهم لي على هنا. عايز ده يتم باقصى سرعه وفي سريه تامه، واذا كان هو عارف يهرب قبل كده فانا مش عايز اي حد يحس بحاجه، ومش عايزه هو كمان يحس الا وهو مرمي في السجن. يا فتحي انت ما اتكلمتش ولا كلمه طول ما احنا جايين. في حاجه مضايقاك؟ مخنوق يا تربو، مخنوق قوي ومش عارف انام. هل انت بتعمل ايه لما الدنيا بتبقى مقفله في وشك؟ هكون بعمل ايه يعني؟ باخد لي برشام ولا سنه افيون، اي حاجه تفضي دماغي من اللي فيها. لما تميل عليا اديني اي حاجه عشان خاطر افضي دماغي. لا يا فتحي، الا انت ابعد انت عن السكه دي خالص، وانسى الكلام اللي انا قلته. انت لا بتاع افيوم ولا برشام، انت لسه بصلبك يا فتحي، لسه بحيلك. فاهمني يا فتحي؟ طب دبرني يا وزير، اعمل ايه؟ لازم تستحمل شويه يا فتحي، اجمد كده لحد ما الايام السوداء دي تعدي. مش عارف اقول لك ايه بالظبط، بس ممكن يعني تروح المكان بتاعك، اضرب لك كاسين بيره مع حبه مزه، شوف حريم حلوه، هي دي الوشوش يعني يا فتحي اللي تقعد معاه، اللي تاخد وتدي معاه في الكلام. مش تيجي تقعد مع واحد زيي حالته بالبلا وبيعرج. عيش حياتك يا فتحي. هي البت اللي انا شفتها معاك في الكافيتيريا دي اخبارها ايه؟ لسه بتشوفها؟ لا انا يعني ما بشوفهاش كتير، لان انا بحاول ابعدها عن طريقي خالص. ليه بس يا فقري؟ ما تعيش حياتك يا اخي.
ما انت عارف اللي فيها يا تربو. احنا ماشيين في سكة اللي يروح ما يرجعش. هي غلبانة. كارما طيبة وتعبت في حياتها قوي، وانا بصراحة مش عايز اشيلها همي. هي اسمها كارما؟ مين اللي قالك اسمها؟ مين قال لي؟ كراماتك يا ست كارما. اوه بس البت حلوة صح؟ هي ايه يا تربو اللي انت بتقوله ده؟ واحنا في ايه ولا انت في ايه؟ هي حلوة قوي يعني. هي جميلة جدا وعينيها طيبة كده، فيها براءة تشدك ناحيتها وهي فيها حاجات حلوة كتير بصراحة. طب يا فقري في ايه؟ ما تخش واد بقلب جامد كده، عيش حياتك بقى يا فتحي. عايز افرح بيك يا اخي. لا يا تربو لا، مش عايز اخدها معايا في سكتي واضيعها. ليه بس كده يا فتحي؟ ليه دايما بتقدر البلا قبل وقوعها يا اخي؟ وبعدين مش يمكن هي اللي تجرك لسكتها الطيبة. بقول لك يا فتحي، انت عمرك سألت نفسك انا ليه بحبك قوي كده؟ ليه؟ عشان انت راجل وصاحب صاحبك وشهم بجد يا فتحي. بحس وانت جنبي يا فتحي ان انا ليا ظهر. عشان كده فتحي زي ما بقول لك، لو انت حاسس انك عايز البت دي وملهاش غيرك، اوعى تتخلى عنها. على فكرة يا فتحي، انت تقدر تحمي 100 راجل وانا عارف كده كويس، بس صدقني والله عمرك ما هتحس برجولتك بجد وانك فتحي الشهم قد ما تحمي بنت ضعيفة محتاجالك. انا يا فتحي سبت ليلى يوم ما حسيت ان انا خلاص ما بقتش انفع ظهر، يوم ما حسيت ان انا اللي محتاج لها مش هي اللي محتاجاني يا فتحي. اوعى تسيب البت ده يا فتحي، اوعى تسيبها. ايه ده يا تربو؟ ايه الحكمة دي كلها؟ صحيح، خدوا الحكمة من افواه المجانين. مجانين؟ بعد بعد البقين اللي قلتهم لك دول طلعتني مجنون. عيب يا فتحي، انا تربو برضه، والورده تتبل وريحتها فيها. وبعدين يا اخي لما البت حلوه قوي وجامده قوي وعجبك قوي، في ايه يا اخي؟ يلا انسى بقى، يلا انسى الحزن ينساك. اسمع كلامي مش هتندم والله. تربو خش نام. مش عايز انام انا يا فتحي. خش نام يا تربو، انت نومك عباده. ده انا قلت لك دبرني يا وزير مش تدمرني يا وزير. يخرب بيت شيطانك يا اخي. صباح الخير. صباح النور. أنا نورهان عامر، والدة الطفلة سهى شكري. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بيكي. تسمحي ممكن أقابل المديرة؟ اتفضلي حضرتك. ميرسي. اتفضلي. فتحي؟ وانا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ لا ابدا، اتفضل.
تحب اعمل لك كوبايه شاي؟ لا لا متشكر. فتحي انا اسفه قوي على طريقه الكلام اللي كلمك بيها حاتم المره اللي فاتت. لا خالص، ما تتأسفيش. أنا اللي آسف عشان تلاقيني جيت في وقت مش مناسب. انا اسفه وانت اسف، هنقضيها اعتذارات بقى. اتفضل اقعد. متشكر. ألا قولي لي يا كارما، هو حاتم بجد أخوكي؟ امال يعني مستلفه؟ لا مش قصدي. قصدي يعني إنه مش شبهك خالص. مش في الشكل طبعا، لكن في الطباع. مفهوم مفهوم. بس هو غلبان على الاخر والله. ما كانش كده وهو صغير. كان كويس ومحترم وهادي وملتزم في الدراسه ومتفوق كمان. بس نعمل ايه بقى؟ لما دخل الجامعه اتعرف على شويه عيال زي الزفت، هم اللي خربوه. ابتدى بقى يتاخر معاهم بالليل، سكروه، عرفوه بقى على سكه البلا الازرق ده اللي اسمه البرشام والكوكايين والهيروين ومعرفش ايه تاني، حاجات كتير قوي كده. طبعا احنا ما كناش نعرف اي حاجه عن الموضوع ده لحد ما جالنا جواب فصله من الجامعه. ساعتها طبعا الصدمه كانت جامده جدا على مامتي. ست كبيره وتعبانه، تخيل بقى شايفه ابنها قدامها قاعد بيضيع. هتعمل ايه بس؟ هي دي حكايه اخويا. فتحي انا اسفه، انا حاسه ان انا بايخه جدا. ليه؟ لانه كل مره بقعد معاك فيها اقعد احكي لك عن مشاكلي وقرفي والمره دي برضه قاعده بحكي لك عن مشاكل اخويا. تلاقيك انت قاعد دلوقتي بتقول لنفسك ايه البت القفيله دي؟ نعم؟ قفيله. قفيلة؟ ايه قفيلة دي؟ أنا أول مرة أسمعها. بالعكس ده أنت فتيحة على الآخر. بجد؟ طب ما تيجي كده تفضفض لي وتفتح لي قلبك وتحكي لي عن حياتك وكل حاجه بتحصل معاك وتبقى استاذ فتوح. ونعمل فيلم بقى فتوح وفتيحه وتبقى زيته وزنبليطه وايه بقى. بقول لك إيه؟ يلا قوم قوم قومي. ايه يا عم في ايه؟ قومي يلا أخش كده غير هدومي. ليه؟ يا ستي هنخرج. الله نخرج فين؟ يا ستي في أي حتة نقعد فيها على رواقة كده ونتعشى. هتفسحني؟ أيوة يلا بس بسرعة يلا. ماشي يا عم في ايه؟ ميرسي. مجموعة عامر الديب مع سعادتك، مين معايا؟ رانيا صباح الخير. أنا نورهان. صباح النور مدام نورهان، ازي حضرتك؟ أموري. أكلم بابا من فضلك؟ حاضر ثانية واحدة. عامر بيه مدام نورهان مع حضرتك. اوكي ثانية واحدة. مدام نورهان الباشا معاكي. يا نورهان عملت ايه؟ أنا أخدت أسبوعين أجازة لسهى من المدرسة. هايل. انا هخلي رانيا تحجز التذاكر وتحجز لك سويت في احسن اوتيل هناك. حضرتك شايف إن ده ضروري؟ اه طبعا. انا شايف انه مهم جدا انك تبعدي عن القاهره الايام دي لغايه لما اخلص من موضوع شكري ده. أيوة، بس هقول إيه بس لطارق؟ ما تقولولوش حاجه خالص، مش وقته طارق ده. وانا اول ما رانيا تحجز التذاكر وتحجز الاوتيل هجيبهم لك واجي بالليل. خلاص، أمرك يا بابا. باي باي. زي ما تقولي كده أنا من بيئة متوسطة. يعني كنت أنا وأبويا وأمي وأخويا الصغير أكرم. كان أبويا موظف على قد حاله ويا دوب كان مرتبه بيقضينا، وللأسف مات وأنا في الثانوية العامة. وطبعا زي أي موظف في الدنيا ما كانش معاشه كبير، وأمي صممت وراسها وقال في سيف إن أنا أكمل تعليم، وقعدت تعمل جمعيات
وتستلف من هنا ومن هنا لغاية ما خلصت معهد فن صناعي. وبعد كده رحت اشتغلت في ورشة عربيات، وهناك قابلت ماهر تربو. فتحي. ايوه ايوه يا استاذ ماهر، منور الدنيا. اخبارك يا فتحي؟ الحمد لله. بقول لك يا حبيبي، قوم. انا عايزك تبص على العربيه دي، تغير لها الزيت والفلتر وتروقها، عايز صيانه كامله ليها. حاضر عينيا. بالليل ان شاء الله في حد جاي يبص عليها، عايز امشيها بقى يا اخي. يلا تروح في السلامه ويرزقك باللي احسن منها. حبيبي يا فتحي، انا هخش اسلم على الريس. بتفضل. ماشي. بقول لك يا استاذ ماهر، النبي وصي الريس عليك. بس كده انت تؤمر. الله يخليك. يا طلبة طلبة، تعالى نشوف عربية ماهر. ومين ماهر تربو ده؟ تربو ده عز من اخويا. كان في الاول شغال مدير مبيعات في شركة عربيات، وكان بيحب العربيات قوي لدرجة إن كان بيخش سباقات العربيات. يمكن كان أشهر سباق دخله بتاع رالي القاهرة تقريبا، واتشهر قوي لدرجة إن الأوساط الفنية والرياضية كلها كانت بتتكلم عليه. بس للأسف بقى تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن زي ما بيقولوا. حصلت له حادثة كبيرة واتصاب في رجله، واعتزل بعدها واختفى. والحمد لله والأمور ساعتها ابتدت تتحسن معايا، وأنا كنت في حالي وراضي. يلا اسحب خلص، انت هتبص. عدوي فتح. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كلك كبير. عامل ايه؟ تيجي تشرب حاجه؟ لا انا هروح رايح الجت لحسن تعبان طول النهار. ماشي يا حبيبي. السلام عليكم يا رجاله. الف سلامه. حياتي كلها كانت أمي وأخويا. أخويا أكرم اللي كان نفسي يكمل تعليمه وياخد تعليم عالي ويبقى أحسن مني، وكل هم إنها كانت تعدي مستورة. شكلك كنت شاطر قوي في شغلك، محبوب من كل الناس، مش كده؟ عارفة يا كارما، طول ما انت واقفة على رجلك ومش محتاجة حد، كل الناس بتبقى حواليك وبتحبك. أول ما تقعي أو تحتاجي لحد تكتشفي إنك لوحدك وبطولك. هو ده اللي أنا اتعلمته من الدنيا، وهو ده اللي حصل معايا. الله ينور عليك يا فتحي. وعليك يا ماهر باشا. بص بقى من جوه على الصدر، بص هتلاقي السربنتينه بتاع التكييف والمروحه بقت 10 على 10. يا ابن اللذينه، رجعتها فابريكا. عم فتحي، عم فتحي، ايه محمولك عمال يرن. عم فتحي استاذنك بس ارد يا ماهر باشا. الو. ايوه اكرم. ايه؟ طيب انا جاي حالا. يا منير، عم فتحي هات لي الشاكب بسرعه. حاضر يا عم فتحي. يا فتحي في ايه؟ ابدا، امي وقعت ونقلوها المستشفى. استر يا رب. هات يا منير. حاضر يا عم فتحي. طب يلا فتحي عشان اوصلك. لا الله يبارك لك، انا هتصرف من بره باي حاجه. يا عم انت بتهرج، احنا اخوات. الله يبارك لك يا استاذ ماهر. نقلناها مستشفى حكومة، وكانت صدمة بالنسبة لي. منتهى الإهمال اللي في الدنيا، ما كانش في نظام وزحمة. الناس هناك ملهاش تمن. حياة البني آدمين رخيصة أوي.
حسيت ان امي بتضيع بين ايديا ومش عارف اعمل لها حاجه. خدناها وقعدنا نلف لغايه ما وديناها مستشفى خاص. طبعا ما رضوش يدخلوها لما ياخدوا فلوس تحت الحساب. ما كانش معايا ساعتها المبلغ اللي هم طالبينه، بس ماهر بقى الله يكرمه كمل على الفلوس اللي معايا ودخلناها المستشفى. هناك عملوا لها كل الفحوصات والتحاليل اللازمه مع كله بتمن. ايه يا فتحي؟ هتعمل عملية قلب مفتوح. خليك انت جنب امك. وانت رايح فين؟ دي عملية كبيرة. هروح اتصرف في فلوس. هروح الورشة كده وربنا يسهل. انا جاي معاك يا فتحي. الدكتور قال لي انها عايزة عملية قلب مفتوح. عملية قلب مفتوح مستشفى خاصة. تكلفتها كبيرة كبيرة أوي. يعني ايه ما ينفعش؟ بقول لك امي بتموت ولازم تعمل عمليه دلوقتي حالا. المبلغ اللي انت طالبه كبير يا فتحي وما ينفعش نديهولك سلفة. يعني ايه؟ اسيبها تموت؟ والله دي مشكلتك مش مشكلتنا. وبعدين يا اخي انقلها مستشفى حكومي، مش لازم الفشخاره وفتحه الصدر اللي انت عايش فيها دي. انت بتقول ايه؟ فتحي انت بتقول ايه؟ انا فتحي يا ولاد الكلب